بالحلبي بنقولن عش البلبل، والشامي بيقولولن صفيحة. يا ترى انتو شو بتسموّن؟ اكتبولي بالتعليقات شو بتسموّن عندكن. كل الأحوال ما في أطيب من عش البلبل وخاصة برمضان وجنبه كاسة هالعيران الباردة، ولا أطيب من هيك. يلا خلينا نروح نشوف كيف بدنا نحضره. لتحضير حشوة عش البلبل رح نحتاج 250 جرام لحمة مفرومة و50 جرام بصل. أنا البصل طحنته وصفيته من المي تبعيته، وبدنا نضيف كمان لإلن بهارات فلفل أسود معلقة كبيرة، ومعلقة صغيرة بهارات مشكلة، ونص معلقة هال مطحون. بدنا نضيف كمان لإلن معلقتين كبيرة لبن، و3 معالق كبيرة دبس رمان، ومعلقة كبيرة طحينة. وبدنا نخلط هالمكونات كلها مع بعضها، وبدي أضيف لإلن كمان معلقة سمنة. أنا عم باستخدم هون سمنة عربية مشان هيك تعطيهم نكهة كتير طيبة. أنا دقت الحشوة لقيت الدبس رمان ناقص، فزدت كمية دبس الرمان. متل ما بتعرفوا قوام دبس الرمان بيختلف من منطقة لتانية، ونحن الدبس الرمان عندنا اللي عم بيجينا أغلب الأحيان بيكون خفيف، فضفت تقريبًا معلقتين زيادة. وهلأ بالنسبة للعجينة بدي استخدم عجينة بليتا تايج اللي موجودة بأغلب المولات الألمانية، هي عجينة الرقائق الهشة. بدي طلّع العجينة تقريبًا قبل بنص ساعة من البراد لحتى تفك شوي التجميد تبعها، وبعدها بدي ألفها على شكل رول، وبعدها بدي أقطعها لرولات صغيرة متل ما عم بتشوفوا بالفيديو، وبعدها بدي آخد كل رول وبعدين مدّه. الأفضل تستخدموا الشوبك، بس كمان فيكن تستخدموا إيديكم ما في أي مشكلة. بدي أحط شوية طحين عشان ما تلزق معي العجين، وبعدها بدي أفتح الرول اللي قطعته حتى يصير بهالشكل هذا بشكل دائري. طبعًا بالنسبة للعجينة أنا استخدمت عجينة الفيجان يعني العجينة النباتية، ما يدخل لها أي منتج حيواني. هلأ بدنا نوزع الحشوة على الرقائق أو عجينة مش البلبل بالشكل هذا. طبعًا الكمية أنتم بتتحكموا فيها إذا بتحبوا كمية اللحمة تكون كتيرة أو قليلة. وبعدها بدي زينها باللوز المكسّر. طبعًا اللي عنده صنوبر فيه يستخدم الصنوبر حسب المواد المتوفرة عندكم في البيت. بالنسبة للفرن ما راح ياخدوا معنا كتير، أخدوا معي تقريبًا 20 دقيقة على درجة حرارة 180. طبعًا فيكم تحمّروهم بالقدر اللي أنتم بدكم إياه. هيك صار عندنا عش البلبل جاهز. أكيد متل ما قُلت لكم جنبه العيران، وألف صحة وهنا. أشوفكم بفيديوهات قادمة والسلام عليكم.